انا نفسي اعرف بقى فكره السفر هتخسرك انت ايه؟ يعني انت لو سافرت مثلا وترحلت بعدها بخمس سنين، انت هتعمل كل شهر حوالي ما يعادل 80,000 جنيه او 60,000 جنيه على حسب انت هتعمل ايه. احسبها لك. بص يا سيدي، لو انت بتعمل مثلا 800 دولار في الاسبوع، 800 دولار في الاسبوع ده ولا هو العالي قوي ولا هو الواطي قوي، ولكن انت جيت مثلا وعملت 800 دولار في الاسبوع، احسبهم مثلا في الشهر هتلاقيها حوالي 3200 دولار. 3200 دولار ده طلع منهم 1200 دولار، وده مش حاجه هتطلع اصلا، بس طلع 1200 دولار في الشهر. فال 1200 دولار ده طلعوا بقى معاك 2000 دولار. 2000 دولار دول احسبهم مثلا في حساب البنك في 30، ففي 60,000 جنيه انت ما جبتهم. طب لو ما حسبتهمش بقى في ال 60 دول، احسبهم في ال 40 بتوع السوق السوداء، هتلاقي عاملك 80,000 جنيه. 80,000 جنيه في الشهر. تخيل بقى انت جيت اصلا بعيدا عن اي حاجه، فكره السفر كلها حتى لو ما عملتش الاقامه، حتى لو ما عملتش اي حاجه، وانت كده كده لو جيت وعملت الطرق الاقامه اللي انا قلت لك عليها هتتقبل ان شاء الله، مفيش اي مشاكل خالص. مفيش اصلا ولا ترحيل ولا في لجوء تيام بيترفض. فخليك فاهم ان الكلام ده، واي حد يقول لك غير كده قول له ارجع انت قاعد بتعمل ايه، فاهم؟ الناس اللي بتقول لك احنا عملنا لجوء واترفضنا، اساله انت عايش فين دلوقتي. لو قال لك انا عايش في بلدي، قول له طب عملت ايه؟ اتبسطت ولا لا؟ يقول لك لا لا مش مجزيه. قول له طب بص يا سيدي، انا دلوقتي واحد شغال مثلا يعني 12 ساعه، شغال في 6 ايام مثلا، وبعمل 800 ولا 900 ولا 1000 يا عم، وحوشت لي 2000 دولار في الاسبوع، 2000 دولار في الشهر، على مدى الفتره اللي انا رحت بقى وعملت فيها ورق ونزلت، عملت لي 3 سنين مثلا، 3 سنين 4 سنين. شفت انت عملت فلوس قد ايه؟ اصلا بعيدا عن اي حاجه، فكره السفر يا جماعه نفسها اقسم بالله كاكسبيرينس وكفلوس وكخبره وككل حاجه عمرها ما هتخسرك. فانت توكل على الله وسافر، وبعد كده اسمع الكلام ده. لو لقيت غير الكلام ده يبقى تعالى قول لي يا جاكسون، ما هو الناس كلها بتشوفني هنا، ومش اول واحد يعمل لجوء، ومش اول واحد يعمل مش اول واحد يسافر، ولا اول واحد هيعمل فلوس، ولا اول واحد، يعني في 20,000 بني ادم جه قبل كده. فالكلام اللي بيتقال ده لو هو غلط هتلاقي الدنيا متشقلبه. الناس يا جماعه اللي بتقول لكم ما تجوش او بتقول لك السفر وحش، قول له يا باشا من ناحيتين كده كده انا هستفيد، يا اما هستفيد اعمل فلوس وارجع، يا اما هستفيد ناخد خبره وفلوس وارجع، يا اما هستفيد ان انا اعمل اقامه ويبقى معايا جرين كارد ويبقى معايا الجنسيه وارجع، وكل اللي انا عايز اعمله هعمله. فما تفكرش في فكره ان السفر ده مش هيبقى مفيد ليك. عندك عقل تفكر بيه وعندك رؤيه تشوف بيها، فالله يكرمكم يا جماعه. لو في حاجه غلط خليك شواف بس. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وحاول تستوعب الكلام اللي بقوله لك، وربنا يكرمكم جميعا يا رب. في الفيديو ده كبير حوالي 17 دقيقه، شارح كل حاجه بالتفصيل، وكل واحد بامكانياته ممكن يعمل ايه على اليوتيوب. فلو انت على التيك توك روح على اليوتيوب عشان ما بيكملش ال 10 دقائق، فروح على اليوتيوب دلوقتي هتلاقي الفيديو نزل ان شاء الله. توكل على الله واسمع الكلام، مهم جدا ان شاء الله تفهمه كويس جدا. ولو عندك اي سؤال عن السفر تقريبا في الفيز وفي كل حاجه هتلاقي اجاباته، ازاي تيجي وتيجي تعمل ايه متشفيه. شوف على اليوتيوب نصر جاكسون. توكل على الله، اشوفكم على خير في فيديو جديد. صباح الفل، السلام عليكم.